عارف حاجه كذا لما فتحنا كده بسرعه يعني بتاع. لا رايق داري الاسم عشان احنا كده، لا ونخليها اعلان وهنكسب فلوس بدل ما احنا بنيجي. او ممكن الفيديو يتقفل. لا ده بالعكس، ده احنا بنعمل اعلان. ايه اللي خلاص ندعم هو يا جماعه احنا بندعم المونجا سفيروس باتس. ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ وبقالنا كتير يا جماعه ما اتكلمناش، يجي حوالي من شهر 9 انا وسيف، والدنيا تلاهي، وهو كان في تلاهي، كان شغال عبد وانا كنت شغال عبد في الجيش، فالدنيا كانت جايه علينا شويه. والمشكله ان احنا بنجمع في حاجات يعني ايه الواحد مش عايز يجمع فيها، مش عشان انا وسيف، لا حاسس الصدف يعني، حاسس الصدف ماتش مش غير في حاجات لازم نتكلم في مصيبه، فاهم؟ لازم يكون مصيبه. فانا جوايا كتير وهو جواه كتير، بس انا مش عارف، حاسس ان انا جوايا اكتر يعني، فاهم؟ في حاجات كده بتحصل. يلا نقيس ونشوف الدنيا، عشان انا بصراحه مخنوق. هنبتدي برايك انت يا معلم، بما ان يعني انا عايز اقول لك بقى، ومش عايز تفاجئني، انا مش عارف اقول اسم المدرب. خوسيه روبيرو عشان حتى انا مدرب الاهلي والمدير الفني مدرب ما برضه عشان الناس ما تقولش يعني المدير الفني الاهلي يعني عادي، الناس كلها حبايبنا وصحابنا. طب استنى كده هم عارفين ان احنا على الله. احسن خوسيه روبيرو ماشي. اتمنى يعني كويس يعني. فبص بقى نتكلم بقى من رايه المعلم، عشان انا ايه دلوقتي احنا ولا ده مستضيف ولا مستضيف، احنا ناس بنشكي همنا، بنطلع نندب هو اكيد بنقعد نندب يعني، فاهمني؟ فانت قول لي ايه رايك، قول لي بقى انت هتبتديها من انتر ميلان ولا هتبتديها من بورتو الاول بعد كده تاخدها بالتدريج اللي انت عاوزه؟ لا ورا خالص يعني، هنرجع ورا شويه، مش ورا قوي من بدايه فين بالظبط؟ طيب من بدايه ان تم الاختيار او وقع الاختيار على خوسيه روبيرو اصلا كمدرب النادي الاهلي. طيب تمام. بص يا عمرو، هاخدك معلش حته جانبيه كده ايه دقيقتين وهنرجع لموضوعنا تاني. انت لما بتنزل تشيشوز ايه اهم حاجه انت بتدور عليها؟ انها بتكون ستايلك، انها تكون مريحه، انها تكون اللون اللي انت بتحبه، حاجه شبهك. مش لازم يكون مش قصدي الجزمه والشوش شبهك، ده مش قصدي خالص، بس انت مش مهم حاجه ستايل لبسك، الالوان اللي انت بتحبها مريحه كشكل، مريحه ليك يعني، تمام؟ كشكل لبس انت حاببها، تمام. طيب خوسيه روبيرو ايه المعايير اللي تم اختيارها عشان يبقى مدير الفني للنادي الاهلي؟ المعايير اللي كانوا قايلين عليها اللي هو يبتدي لما كان مع اورلاندو، كان الراجل بيقول لك مهاجم، بيحاول يطور في اللعيبه اللي كانت موجوده اللي حواليه. بس انا برضو يعني بيني وبينك اللي داير دلوقتي مش مقياس، فاهمني عليه هو. لا ما بص، احنا ناس عاقله وبنفهم. فانا فاهم مش كاس العالم للانديه اللي هتخلينا ان احنا نحكم على مدرب، بس يبقى في شويه معطيات كده بتخليك لا انت جيت هنا ازاي؟ يعني يبقى في شويه معطيات كده بتخليك تقول اللي هو ايه ده، لا انت جيت هنا ازاي؟ هي دي الحل برضو اللي انا قصدي عليه، عشان كذا حد هيقول لك ايه يا جدعان مش مقياس على المدرب، مش مقياس عشان برضو ما نكونوش متحاملين قوي على الراجل. تعال نتكلم في كذا نقطه. اول حاجه، انت في النادي الاهلي بقالك كام سنه بتلعب بطريقه لعب معينه، او ايه هي طريقه اللعب بتاعتك؟ الوينجات، جناحات، بتهاجم على الاطراف. طب يا باشا انت المحيط عامه اللي انت تلعب فيه اللي هو الدوري المصري عموما بيهاجم بالفكره دي، بفكره ان انت ما عندكش باكات تدافع، فانت بتشغل الوينجات اللي عندك بتقويهم. فانت عموما كفكره لعب او كفكره تطبيق للعب او خطه لعب جوه النادي الاهلي، فانت بتلعب بالخطه دي، تمام. ورحت دعمت، ده بص بقى تريكايه يعني، دي مضايقاني قوي. رحت دعمت، جبت ترسانه، والله حرفيا ترسانه لعيبه جناحات. ده فرحاتي بيهم، فرحاتي بيهم. شرقي وجبت زيزو، وده غير الناس اللي كانت عندك، كان عندك حسين الشحات وكان عندك طاهر وتريزيجيه طبعا، يعني انت فاهم. ده بعيدا عن الاصابات، هو عشان حاسبها اللي فيه اصابات هتبقى كتير. غير انت عندك بره لسه رضا ستيم، فاهم؟ انت جبت زحمه وينجات ورحت جبت مدرب بيهاجم نص ملعب، تمام. يعني انت رحت جبت لعيبه كتير جدا 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 بتلعب وينجات، سواء كان تريزيجيه او كل الاسامي دي كلها، تمام. ورحت جبت مدرب كل شغلته وكل خطته، تمام، او الفكره بتاعه. انا مش متعارض جدا في فكره مع الراجل، انا بس بتكلم عن العين اللي شافت الراجل ده. معلش استوقفك بس، اتفضل. انت ايه رايك في تريزيجيه؟ معلش في دي نقطه بس انا هموت واعرفها. ايه اللي حصل قدام عشان احكم على تريزيجيه؟ يعني بس انا نقطه ضربه الجزاء، لا بعيدا عن ضربه الجزاء، شغل الكوره بتاعتي والكلام ده كله ما ينفعش تحصل طبعا مع واحد من كباتن النادي الاهلي، بس انا لسه ما هو المفروض كابتن يعني، المفروض كابتن. ماشي بس انت هتحكم على تريزيجيه على منطق ماتش انتر ميامي ولا ماتش باتشوكا؟ انت لسه ما شفتش تريزيجيه كويس عشان تحكم عليه. لا ما حكمتش عليه، انا بتكلم على عقليه، اللي هي تخليك. بس احنا برضو ايه خلص بس روبيرو ده بس الاول وهنخش الماتش كده هنيجي لحته تريزيجيه دي.
تمام. بس عايزين نخش عليها دي بسرعه عشان انا ايه، انا بتاكلني الكلام ده، انا بياكلني اصلا. انا اصلا يعني انا مش عايز اتكلم عن المدرب اصلا. لا عشان انا مذاكر، انا اتكلم كل اللي انت عايزه. انا عارف انت جواك كتير، انا جوايا كتير. لا تمام. فانا مش متعارض جدا خالص والله العظيم مع فكره الدايموند اللي بيلعب فيها ريبيرو، مش متعارض معاه جدا، هي فكره كويسه. بس انت كنادي اهلي اخر مدربين او كل المدربين تقريبا اللي جبتهم بيلعبوا نفس طريقه الوينجات او طريقه الجناحات او طريقه ان انت بتلعب على الجنبين. تمام. رحت جبت مدرب بعد ما جبت لعيبه كلها جناحات وكلها كلاس ايه، سواء كان تريزيجيه او زيزو او بن شرقي او كل اللعيبه دي كلها، ورحت جبت مدرب بيهاجم من قلب الملعب، مهاجم بيلعب، مدرب بيلعب دايموند بيهاجم من وسط الملعب، ودي شفناها كتير جدا امبارح. وشفناها في ماتش انتر ميامي. تمام. حتى ضربه الجزاء، وشفناها في ماتش باتشوكا. فانت ايه لازمه ان انت تجيب لعيبه كلها تلعب ونجات ورحت جبت مدرب مش شبه خطه اللعب اللي انت بتلعب بيها؟ ده رقم واحد. رقم اثنين، انت النادي الاهلي ما ينفعش يعامل معامله اكاديمي. انت نادي كبير، انت نادي معروف عالميا، مش طبعا اقول الكلام ده كلام بديهي ان انا ارغي فيه. تمام. ما ينفعش تعامل ان انت نادي اكاديميه بتجيب مدرب يجربوا نفسهم جواك. انت عملت التجربه دي 3 مرات قبل كده مع المدرب اللي كان بيدرب توتنهام. لا مش هنرجع كانش يعني بس ما علينا يعني. لا مش قصدي مارتن يون طبعا. لا مارتن يون اسم كبير جدا في الدوري الانجليزي. تمام. بس انت عندك 3 تجارب، تمام، او تجربتين ماشي مشيت فيهم على نفس المسرح ده، ان انت تجيب مدرب السي في بتاعه ضعيف وينجح يفشل معاك. تمام. كان عندك مارسيل كولر السي في بتاعه ما كانش اقوى حاجه، تمام، ونجح معاك. تمام. قبليه تمام كان في ريكاردو سواريتش وبرضه السي في بتاعه كان ضايع، جبته قعد الراجل شهر اتشتم طلع مشي. تمام. كان شبه الليمبي. وجبت فايلر. الثلاثه السي فيهات بتاعتهم، الثلاثه السي في بتاعتهم مش اقوى حاجه. هم مدربين طبعا محترمين وقدموا نتائج جامده جدا جدا باستثناء سواريتش. تمام. نتائج جامده جدا جدا مع النادي الاهلي. تمام. بس انت بقى هل في كاس عالم للانديه اللي هي مناسبه انت المفروض بتحط كل محفل عالمي بتحط كل الموارد بتاعتك فيها، سواء كانت موارد ماديه او خبرات او كمجلس اداره، بتجيب مدربين على مستوى، بتسد النواقص بتاعتك فيها، ما بتظهرش العيوب بتاعتك خالص فيها. تمام. رايح تجيب مدرب كان مدرب اورلاندو بايرتس، ما عنديش مشكله، مفيش مشكله. تمام. بس ايه السي في الجامد اللي خلاك تحط عينك على ريبيرو؟ يعني لا مناسب في طريقه اللعب، تمام، عشان بيلعب طريقه لعب مختلفه عن طريقتك كنادي عامه، لان كل نادي له طريقه لعب. تمام. ما بيلعبش فكره الوينجات اللي انت اصلا رحت اشتريت لعيبه، تمام، وخناقات وكوارث والكلام ده كله، ورحت جبت لعيبه بتلعب وينجات وانت جبت مدرب بيلعب من قلب الملعب. ايه انا عايز اعرف، بس عايز اقعد مع اللي جاب ريبيرو ده، ما اعرفش بقى هل مجلس الاداره ولا شركه الكوره، عايز اقعد مع اللي جاب ريبيرو ده واساله انت ايه الفكره اللي كانت هنا، او كان ايه المميز ان انت تحط هناك على ريبيرو. تمام. انا عامه بقى يعني انت خلاص خلصت. بص، هو المشكله عندي انا مش المدرب، مشكله على العواميد بتاعه اللعيبه اللي المفروض اللي انت خلاص انت جبت المدرب وخلاص ده امر واقع، وخلاص المفروض انت تتعايش على النظام اللي هو هيتعامل بيه. والراجل جربه في ماتش باتشوكا، في عمل تبديلات كتير وبتاع، فانا خدت بالي اللي هو ايه، في يعني في نبذه بسيطه شويه من ناحيه الهجوميه، لكن انت ورا ابيض خالص ده مبدئيا. بس انت كده كده عارف ان انت لو اي نجاحات للمدرب لازم اللعيبه هي بتنجحه بالنطاق الروحي، ويعتبر اللي هو ايه روح الفانيلا. بص يا عمرو، انا فاهم كل اللي انت فاهمني. ماشي، بس راعي ان انت عندك تمام. لا انا جاي لك امبارح تشكيله ماتش امبارح كان فيها كام لعيب جديد اهو؟ كان فيها زيزو وتريزيجيه، كان فيها حمدي فتحي. حمدي فتحي بس انت ده عنده نبذه مع شويه لعيبه انت لعبت معاها. طريقه اللعب احنا غيرنا طريقه اللعب، ده لعيب جاي عار، فانت هتتعامل معامله اللعيب الجديد. جاي عرض 3 ماتشات ويطلع تاني. ما تطبقش الكلام ده على تريزيجيه. ما هو تريزيجيه برضه عنده نفس فكره الاهلي بيلعب ازاي والكلام ده كله، ولعب كمان مع النادي وشارك. لا انا بس جاي لك، انا بس بتكلم في نقطه بس حاجه انا عايز اتكلم فيها. بتاعتك 11 لعيب، تمام. مين ال 11 لعيب؟ كان الشناوي، اشرف داري، ياسر ابراهيم، محمد هاني، يحيى عطيه الله. تمام. مين عندك بقى؟ عندك محمد علي بن رمضان. انا بتكلم عن الناس الجديده اللي كانت بتلعب مع الاهلي، تمام، اللي اول مره عامه تلعب مع بعضيها.
يعني اللعيبه دي كلها اللي انا هذكر اسمائها دي لعبت مع بعضها 3 4 ماتشات. انا عايز اقول لك سؤال بس من غير المقاطعه، بس عشان ايه؟ عشان اكمل وما انساش الكلام اللي في دماغي. انا عايز اقول لك اللي بين رمضان ده احسن من الناس القديمه اللي انا شفتها في المطوشه اللي فاتت دي، باستثناء يعني باستثناء محمد هاني اللي انا كنت الواد اوليفر صاحبنا كان شفت انت الباركود اللي بيجي كان عايز يجيب محمد هاني احسن واحد في المباراه اصلا، بسبب اللي هو ايه كان عايز يخليه عشان الانتقاد كده. هو بارد اصلا، لاعب بارد، هو عبثي بتاع بالميراس، بس مش عارف ليه انا عايز ابتدي ليه. معلش يعني ممكن ابتدي ليه ما ابتدي ليه هو الاول عشان هو اللي حرق دمي اكتر من انتر ميامي. انا امبارح كنت شايف يعني بعيدا مدرب او لعيبه ولا بتاع، اللعيبه اللي موجوده اللي المفروض خبره بقالها كتير في الاهلي ملهاش دعوه باللعيبه الجديده اللي موجوده اللي برضو عارفين قيمه الاهلي وكانوا بيلعبوا احسن من الناس القديمه. هم كانوا القدام كانوا بايعين القضيه. لا مؤاخذه يعني انا لما اشوف انا معلش اكتر خازوق انا لبسته يحيى عطيه الله، فين المعلم؟ وعايز اسال سؤال، حوار الصيغه برضو مع المدرب اللي انت كنت بتقول لي النقطه دي بسيطه، يعني هي دي السلبيه اللي انا ممكن اقول لك ايه يعني ليه بتعملها؟ هو كان مرجع تريزيجيه ورا ليه؟ ومخلي يحيى عطيه الله بيزيد ليه وهو اصلا ما بيزيدش وتعبان بدنيا؟ وليه محمد هاني بيعمل كده؟ ما خدتش بالك ان هو طلعهم كلهم وينجات باظهره بجناحات؟ الراجل عنده فكره، عنده عقده، تمام؟ طلعهم كلهم الشوط الثاني، طلع تريزيجيه. الراجل انا بتفرج عليه، انا مش فاهم هو بيتكلم ايه، بس برضه انت وتقول اللعيبه تفوق بعضيها يا عم. اقول لك اخطاء فرديه مش هنتكلم على الجون الاولاني، بس انا بتكلم على الروح يا اسطى ذات نفسها هي مش موجوده في الماتش اللي فات. يعني على الاقل كنت بتهاجم يعني اللي هو كان شغال مش كده. انت جيت في الحته اللي انا عايز اتكلم فيها، الروح دي مش موجوده ليه؟ اللعيبه دي تمام، انا لسه اللعيبه جايه طايص يا اسطى. لا تاخد السيلفي والدنيا تكميه واللي يجيب لي اهله فاهم ويتصور معاه فاهم في بحيره ميامي. كان عندك 11 لعيب في ارض الملعب، تمام؟ مين اللعيبه اللي كانت بتلعب اول مره باستثناء خط الدفاع؟ انا قلت لك بس بص هتلاقي ان كلامي مرتبط بكلامك دلوقتي، تمام؟ هتلاقي عندك محمد علي بن رمضان، تمام؟ هتلاقي عندك تريزيجيه، هتلاقي عندك حمدي فتحي، هتلاقي عندك زيزو، هتلاقي عندك مين الناحيه الثانيه؟ هتلاقي عندك بن شرقي. هتقول لي بن شرقي جديد، تمام؟ لعب كام ماتش؟ انا بتكلم تمام. اللعيبه دي كلها بص اللي تقدر تقول عليهم جديد هو بن رمضان وزيزو، دول كلهم ال11 لعيب دول كلهم تمام، سواء كانوا بقى جداد او قدام او حتى بقالهم 100 سنه في النادي، ما عندهمش الكيمياء عشان يفهموا بعض. انت اللعيبه دي ما لعبتش مع بعض، اللعيبه دي اول مره تلعب مع بعض كان امتى؟ كان ماتش باتشوكا اللي هو كان قبل البطوله باسبوع او ب5 ايام. يا اسطى انت برضو افهم نقطه نقطه اللي انا بتكلم فيها، اللي انت يعتبر الجديد اللي ما لحقش. بقول لك هو اللي كان راجل يا جدع، بقول لك الخط النص بتاع بالميراس في الواد اللي هو كان هيطرد ويرجع تاني ده، مش فاكر اسمه. طب انا عايز اقول لك حاجه معلش بس اقولها دي، بن رمضان كانوا بيحذروه اللي هو ما يخشش التحامات مع الناس دي في كور، والراجل برضه بيخش والرجاله الثانيه كانت خايفه. بن رمضان امبارح اكتر لعيب كان بيكسب التحامات وكان بيلعب، ما انا بقول لك انا بقى ده اللي بتكلم فيه، اللي انت الراجل ده حاسس بالقيمه بتاعه النادي الاهلي والرجاله الثانيه مش موجوده. هو التقصير كان من الجميع، تمام؟ بس احنا لو هنبص اهو، انا قلت لك الجمله دي في اول، انا عايز اقول لك اللي هو احسن من الوحشين، مش اللي هو احسن حاجه، بقول لك احسن من الوحشين، يعني كان في اوسخ من كده. انا جه اول مره جيت قعدت معاك هنا، تمام؟ لو تفتكر كان من سنتين، من سنتين وكان في رمضان، تمام؟ قلت لك جمله ان انت لما تيجي تمسك مشكله في الكره المصريه عامه، يعني كنا ساعتها بنتكلم عن حسام حسن للعلم وامام عاشور والكلام ده، قلنا لك لما تيجي تمسك مشكله هتمسك المشكله اللي قبلها، تمسك المشكله اللي قبلها، تمسك المشكله اللي قبلها، وهكذا، تمام؟ بس فعشان نقفل بقى الدايره اللي احنا عاملين نرغي فيها ده هي الدايره كلها في الحوار ده. لا عشان نقفل الدايره اللي احنا عاملين نرغي فيها دي يا عمرو، تمام؟ انت كمجلس اداره انت رحت جبت مدرب، ماشي؟ هنبتدي من هنا، انت كمجلس اداره رحت جبت مدرب مش مناسب لخطه اللعب بتاعتك، تمام؟ ما جبتش المدرب اللي يعمل لك او اللي يخلي لك الكيمياء بين اللعيبه كويسه، ما حطيتش ماتشات وديه كتير تخلي فيه كيمياء بين اللعيبه، على الاقل اللعيبه دي تفهم بعض. انت اللعيبه دي لعبت ماتش قبل البطوله وهوب رحت زايرهم مع بعضيهم كلهم، يلا يا رجاله حققوا لي الفوز. اللعيبه دي لعبت عملت ماتش عالمي قصاد انتر ميامي. انا جاي لك يا اسطى انتر ميامي ايه برضه يا جدع؟ ده كسب بورتو امبارح، انت متخيل الموضوع هيجنني ازاي؟ ما هي ما كسبتش بورتو عشان انتر ميامي قويه، انتر ميامي ما كسبش بورتو عشان انتر ميامي قويه، بالعكس انتر ميامي هي اللي ضعيفه. لا باستثناء ميسي. شفت الفاول عامل ازاي؟ يا عم بس يا عم شفت الفاول ده ميسي، تمام؟ ده كده تمام. بس احنا لو هنتكلم على بورتو، لا فبورتو هي ما قدمتش اي حاجه، اتعادلت قصاد بالميراس، وامبارح جابت جون وحيد جاله من ضربه جزاء. يعني بورتو عامه في البطوله
تمام انت مقدم اداء احسن من بورتو لغايه دلوقتي. هو سؤال بس عشان احنا ماتش بورتو ده هيبقى مضمون يعني في الهري اللي احنا بنقوله ده. انت ايه اللي يخليك اصلا يأهل الاهلي ازاي بقى عشان الناس برضو ايه كذا مش عارف. لازم تكسب بورتو فرق 2. تمام مع مراعاه ان بالميراس تكسب بورتو بفرق 2 برضه. لا بالميراس تكسب انتر ميامي. ولا انتر ميامي بيقول لك فرق 2 ما يكونش فرق 1 صح؟ لا لازم الاهلي هو اللي يكسب فرق 2. لا وبرده الانتر وهو خسران يبقى خسران فرق 2 عشان يقعد فرق اهداف. فانت طب انت ليه صباح الفل يا معلم. عايز افهم والله العظيم 3 والله بجد انا عايز افهم ايه اللي يخليك تخش في دوامه الاله الحاسبه دي. اكتر ماتش تكسبه افريقيا بنعملها. طب في افريقيا عادي بنعملها تمام وبنقول فاهم ده مقدور عليه وده هيعمل وده هيسوي. لكن انت في محفل عالمي انت في كاس العالم للانديه. شوف الانديه العربيه حواليك عامله ازاي. سقف الطموح لاي نادي اللي هي سقف الطموح لاي نادي. في انديه ما كسبتش بطوله قاريه زي باريس سان جيرمان كده مثلا وشارك فيها. انا عايز اقول لك على احصائيه ده بوتافوجو امبارح كسبوا بوتافوجو كسبوا 1-0 اللي هو الفريق اللي كان في الدرجه الثانيه في البرازيلي في 2021 وطلع بعديها بسنه خد الدوري البرازيلي والكوبا ليبرتادوريس بعديها في 24. بص اوريك الدنيا ماشيه ازاي يعني بس مش ناتج يعني فريق طموح شويه. تمام انا امبارح قعدت جمعت كده ان احنا اخرنا بجد والله العظيم 3 وده كلام انا مش بظلم بيه الاهلي ولا بظلم بيه كنفسي كمشجع ولا بظلم بيه اللعيبه. بس احنا يا جماعه احنا نادي اخرنا ان احنا تمام نروح قصاد الترجي نلعب في رادس نكسب 4-3 نيجي هنا قصاد الزمالك تمام نقعد ونكسبكم 7 ونكسبكم 5 ننزل نكسب 2-0 في الملعب نيجي قصاد بيراميدز بالعافيه نيجي ننزل قصاد بيراميدز نكسب 2-2 يعني نتعادل 2-2 او نكسب 3-2 ده اخرنا. انت اخرك محفل افريقي قاري وبطوله ده محليه بس. انت بقالك كام سنه بتوصل كاس عالم انديه بقالك كام سنه بتروح كاس عالم للانديه بتاخد البرونزيه. انت اكتر واحد كمان خسرت في البطوله دي المره ال15 اللي انت تخسرها. اكتر نادي مشاركه واكتر نادي خساره 15. انت كل سنتين 3 تمام او كل سنه ده بنظام البطوله القديم كنت بتروح كاس العالم تاخد البرونزيه او وتخسر 5 وتخسر 2 ومش عارف تلعب مين وتخسر وترجع. هل ده طموحك؟ واحنا بقى نهيص وفرحانين ايه الاهلي في المونديال والسته مش عارف تشارك ده انت شاركت في البطوله 2002 واتلغت. طب ده يتكلم عليا يا ابني ما انتوا اكتر خساره يا عم اسكت بس شارك. احنا مش فارحين غير في ده يا جماعه. احنا مش فارحين غير في ده تمام. حد يتكلم يا ابني ما انت انا ما يشغلنيش الكلام ده. انا اكثر مشاركه والله يا ابني انا ما يشغلنيش الكلام ده كله. انا ولا يشغلني مين اللي يحفل عليا مين اللي يتكلم مين اللي يعمل. انا عايز اتكلم في نقطه اللي انا يبقى شكلي حلو. انا لا مؤاخذه اسمع بس معلش من غير مقاطعه عشان والله انا عايز اقولها. انت لما تشوف انت الهلال شوف الوداد اللي خسر 2-0 اللي هو يعني بعيدا يعني على الاداء انا عارف الجو الحر وبتاع بس انت اخر واحد تتكلم في النقطه دي عشان كنت بتروح سان داونز بنقص اكسجين يعني وكنت بتلعب. فدي مش حجه اللي الاعلام اللي قاعد عمال يقول عليها ويقول لك نقطه اللي هو يا جماعه احنا ندعم ونتلون. بص خلينا متفقين ان مفيش اعلام محايد في البلد. الاعلام هنا يا اهلي يا زمالك تمام. فدي رقم 1 تمام. رقم 2 انت لو كل طموحك بقى تروح كل كام سنه تمام. يعني اقول لك حاجه والله العظيم انا مركزت فيها امبارح تمام. حد جاي يناقشك انت هترد عليه ازاي كاهلاوي؟ مش بكلمك كعقليه بس انت هتتكلم ازاي؟ يا جماعه طب ما انتوا مركز انتوا اكتر نادي خساره بس انا اكتر مشاركه. بس ماشي انت اكتر نادي مشاركه في التاريخ ودي هتتكتب لك بس هيتكتب لك برضه ان انت اكتر نادي خسر في تاريخ البطوله عامه. النقطه برضه عشان ايه نحلها برضه ما ينفعش تمسك في الايجابيات بس وتسيب السلبيات. انت رايح كاس العالم تمام ودعمت بترسانه وجمهورك وراك ويلا يا اهلي ويا مش عارف ايه وخدت سيزون جول. ده جمهور اكتر من بالميراس اللي هو المفروض جنب البلد اصلا اللي هم عادي فاهم عادي. ورحت والناس شجعت والناس وراك ويلا يا اهلي ومش في الاخر عملت العكس. انت عملت العكس تمام. في لعيبه وقعت منك في اول ماتش زي امام عاشور ربنا يشفيه. انا عايز اقول لك مثال بقى بما ان انت ذكرت امام عاشور ده يا جدعان من غيره الاهلي فاضي. هو من غيره اهلي فاضي. هو ده وراني عجز اللي انا في لعيبه مش عارفه تطلع بالكوره. هو الوحيد اللي كان بيطلع. ميكانيزم اضمن لك ان امام عاشور لو كان كمل ماتش انتر ميامي كنا هنكسب. واقول لك على حاجه ماتش امام عاشور لو كان موجود في ماتش بالميراس مع بجانب بن رمضان كنا كسبنا فعلا. لا بس كسبنا بايه؟ بنقطه ايه؟ لو في روح مش موجوده
هتكسب ازاي؟ بص مش فكره روح، انت ممكن تكسب. انت جاي بتشتغل ما انا بقول لك عادي ممكن تكسب من غير اداء. في متوشه ما كسبت بيها من غير اداء، في متوشه انت طالع منها انت معترف ان انت قرف، انت زفت يا عم. انت بما اللي انت ذكرت بالنقطه دي، فرقه بالميراس اللي فاتت غير اللي هي دي دلوقتي، انت برضو هي كانت احسن منك في الماتش. يعني انت برضو كسبت برضو بالروح، وصلت ضربات جزاء وبتاع، بما ان اللي انت خسرت بعديها ب2-0. انت نقطه اللي هو ايه الروح يا جماعه، الروح دي اللي احنا بنتكلم عليها. يا عم انا مش عايزك تتاهل يا عم للمجموعات، انا ما طلبتش منك تتاهل للمجموعات، انا ما طلبتش منك تاخد الكاس، انا طلبت منك ان انت تلعب باداء اللي انا يعني البطوله دي كلها هو شوط واحد بتاع انتر ميامي اللي انت لعبته والباقي تعبان. انا عايز اللي انا يبقى معلم، يبقى انا شايف اللي انا حاسس ان انت ايه حاولت، انت ما حاولتش. ما هو ده اللي يضايقني وده اللي قاهرني، اللي انت حتى كمان بتتراجع برضو في ماتش ده وفي الماتش ده. بترجع ليه يا معلم؟ بالرغم ان انت عندك، انت واخد الكيفيه والصلاحيه والدعم الكافي اعلاميا واللعيبه، وفي الاخر انت ما عملتش حاجه. لا لو هنتكلم في حته فنيات فدي اسلوب. لا مش فنيات، انا بتكلم كلعيبه ككواليتي. يا حبيبي افهم بس كواليتي اللعيبه. انت على لسه اخطاء فرديه انا بتكلم على الاخطاء الفرديه، الخبره اللي مش موجوده. سيبك بس من اخطاء فرديه واخطاء عكسيه، سيبك من كل الكلام ده كله. هنتكلم في طريقه اللعب، فلا المدرب هو اللي صح طريقه اللعب، اللعيبه هي اللي بتنفذ لك. يعني اقسم بالله اقول لك على حاجه وده بفرق. يعني هو اللي قال لي هاني يعمل التكلينج مش عايز اشتم، بس انت ما تعصبنيش بقى انت كمان، ولا اللي هو قال لي ادب الازازه دي في دماغك، ولا اللي هو قال لي وسام دخل الجون في نفسك، ولا اللي هو انا في الجون الانفراد. انت ملاحظ حاجه الجون ده ما بتكلمش عليه عشان عارف اللي هو خطا ومش هتكلم فيه. الجون الانفراد انا واقف، انا من امبارح يا جماعه واقف عند الفاول والله العظيم كنت قاعد بتفرج مع ابوي، انا واقف عند الفاول اللي اتلعب غلط. تمام يعني مش فاهم حاجه، في فاول اتلعب غلط اترد عليك بهجمه، تمام ما تفهمش فيه ايه جول. انا مش فاهم اي حاجه. وحياتك انا جاي من السفر، انا عارف ان انا هتجلط وما رضيت اطلع بعديها عشان كنت هيتحرق دمي. انا قلت استهدى بالله كده واقعد كده، كان يعني لقيت حته بسبوسه كده فاهم، دخلت بيت كلتها ونمت فاهم، ريحت دماغي ونمت. قلت ايه عشان ايه نبقى هادي. انا عايز اقول لك ان انا كده، انت لو امبارح الناس الرجاله كانت عماله تف على الشاشه على اللي كانوا بيشوفوه في القرف النار يا اسطى. عارف انت احساس ان انت ماتش زي ده، والله ما بهزر، والله ما بهزر يا سيف. الماتش ده حسسني بايه؟ بسان داونز اللي انت كسبه ال5، اللي انت مش قادر تعمل اي حاجه، باين القضيه خالص. الرجاله بتغلط بيبصوا مفيش روح. يا عم يا عم كنت تركز شويه، يعني انت قفشه راجل عجوز فاهمني، مقتب لي كده وبتاع وبيجري، يعني انت ايه يا معلم في ايه اللي انت بتعمله؟ اللي هو شاطها. لا مش دي. بص وقع على وشه او على ظهره. يعني في حاجه، انت اهم حاجه كلاعب يعني جه في دماغي دلوقتي التصريح بتاع كيروش اول ما شفت الكوره. يعني الكوره دي اول ما شفتها في الماتش امبارح، الاوفسايد مثلا في اول الشارع. يا لا هو ده انا نسيتها والله العظيم. الاوفسايد مثلا في اول الشارع، قفشه واقف في نص الشارع وبيشاور. فهو انت عندك الموهبه مفيش مشكله، بس تضايقني ان انت لابس النادي الاهلي ومش عارف الف ب كوره. لا في نقطه انا عايز اقولها لك، ما خلي بالك انت تعذره، المخدرات موجوده في البلد بتتباع عادي، فاكيد فاهم ريحه فاهم شماه وهو ماشي مع الرجاله بتاع. والله ما بهق، والله العظيم ما بهق. انا بقول لك ممكن يكون ده طبيعي عادي. نرجع بس، ممكن بتوع بالميراس كانوا بيدوا كده نفسين فاهمني وعمل غبار مع العاصفه اللي جت اصلا. نرجع بس، العاصفه اللي المفروض تفوقك. بس نرجع كده حته ريبيرو عشان النهارده شفت تصريح من اثنين في كوادر الاداره الفنيه، تمام، جوه النادي الاهلي. الاثنين بيستغربين، تمام، واحد في مجلس الاداره والثاني في شركه الكوره بدون ذكر اسماء. ماشي تمام. تشرب شويه في البال بقى شويه. ريبيرو وجوده في النادي الاهلي غلط، ومنهم واحد وصى باقاله ريبيرو. طب انتوا بترازونا بقى، انتوا بترازونا انتوا كده. بس اسال الراجل محترم، وهقول تاني والله العظيم يا جماعه هو مش مقياس خالص، مش مقياس تماما كاس العالم للانديه ناخد بيها مدرب اطلاقا خالص، تمام. بس انا عايز اسال سؤال واحد بس، العين اللي شافت ريبيرو شافت ايه مميز فيه عن اي سي في مدرب تاني؟ يعني انت لو بتجيب مدرب سي في فما فيش مشكله، او سي في كويس هيجي يقدم معاك، تمام. السي في بتاعه مش كويس بس مناسب لطريقه اللعب بتاعتك كنادي، مفيش مشكله برضه، يلا بينا ونعمل نجاحات مع بعضينا زي ما قررنا ده قبل كده مع مارسيل كولر او فايلر، مفيش مشكله. لكن انت جايب مدرب ده اهدار ملعب ده ولا ايه؟ يعني انت جايب مدرب لا شبه طريقه اللعبه بتاعتك، ولا مدرب اساسا عنده سي في كويس، ده كان مدرب مساعد لغايه فتره قريبه جدا،
تمام، ولا حقق نجاحات تقدر انت تعترف بيها سواء كانت دوليه او قاريه. ده خد كاس السوبر تمام، او خد كاس جنوب افريقيا مع اورلاندو بايرتس. انت بتحكي في ايه؟ برضه انا برضه دي مش ببقاش يعني، ممكن كذا حد ممكن يقول لك لا عادي وبتاع وينجح معاك انت زي جوزيه وكذا مدربين كتير. لا بس خلينا بس في نقطه، انا عايز اقول نقطه ثانيه. اول جمله لا بدون وقت كلامك، انا اول جمله بدات بقى الحلقه، انت ما ينفعش تعامل النادي الاهلي اكنه اكاديميه. انت مش كل شويه هتروح تجيب له مدرب السي في بتاعه زي الزفت وطريقه اللعب بتاعته مش مناسبه وتقول يمكن. مفيش حاجه اسمها يمكن، مفيش حاجه اسمها يمكن. تمام. بص على تجارب انديه ثانيه انت بتتقارن بيها دلوقتي. تجربه زي نادي ريال مدريد كده لما راحت جابت لوبيتيجي وبعد كده جابت سولاري، ايه اللي حصل؟ قدمت مواسم زي الزفت. هتقول لي طب اخد كاس العالم للانديه، مفيش مشكله. كاس العالم للانديه كان بطل اوروبا بيلعب ماتشين وبياخدها، ما كانش مقياس برضه فاهم، فكان عادي الدنيا كانت تمام. بص على الانديه اللي انت بتقارن بيها تجربتها عامله ازاي. يروح النادي كده مثلا زي ريال مدريد في مواسم 2019 و2020 بعد ما مشي زيدان كان عامل ازاي؟ الدروب اللي نزل فيه فوق. انت النادي الاهلي انت مين؟ ما ينفعش تروح تجيب مدربين السي في بتاعهم ضعيف، ما تقولي انت ما عندكش. بس مش عارف ليه حاسس ان انت مش يعني مش متضايق من اللعيبه اكتر يعني. لا ما انا مش، ما انا بقول لك يعني احنا كل ما المدرب نقطه اللي قبلها بس برضه اللعيبه عليها حرج، اللعيبه عليها حرج والمدرب عليه حرج، بس ماشي. الاداره هي اللي عليها كل الحرج، الاداره هي اللي عليها كل المشكله. تمام. انت ما تروحش تجيب لي مدرب انت ما عندكش اي حجه، لا تقول لي حجه ماديه ولا حجه، لا انت ما عندكش اي حجه. انت النادي الاهلي، انت النادي الاهلي، انت بتقارن مش في بلدك ولا في قارتك، انت بتقارن عالميا مع كل الانديه اللي في العالم. نقطه برضه عشان قبل ما نقفل دي، عشان نتكلم على ماتش بورتو والاهلي اللي هتشوف هيبقى دنيته ماشيه ازاي. هقول نقطه برضه، كميه التصريحات دي عايز اقفلها عشان احنا خلاص اعتقد في حاجه تانية هنقولها. خلينا نتكلم بقى شويه بس انا برضو ما طلعتش عشان كان في كلام عايز يتقال وشتيمه بتاع، بس هي ملهاش لازمه يعني، ملهاش لازمه. احنا ناس محترمه وبتاع، خلينا ورا الكواليس يعني. نقطه اللعيبه، التصريحات يعني، كميه التصريحات يعني. حسين شحاته مطلع تصريح، مش عارف مين بيطلع تصريح، وده بيطلع تصريح، والاهلي في المونديال ومش عارف ايه. اتصور كده يعملوا ازيك انت يا معلم. ده بمناسبه حسين الشحات والله العظيم ده اكتر واحد انا كنت معتمد عليه، اللي هو عارف اللي ده الخبره خالص، مش حكايه اعتماد خالص. حسين الشحات لما نزل امبارح في اخر 10 دقايق ادى شكل المدرب. شفت احنا وصلنا فين؟ احنا بعيد قوي. لا انت ما تقللش منه برضه، انت كده بتقلل منه برضه والله العظيم. لا خالص، والله العظيم ابدا، والله العظيم ابدا. بس انت لما يكون عندك جناحين بمثابه زيزو وتريزيجيه ومش عارف تشغلهم، فده قمه العبث الفني. كنت كملت بعماد النحاس، فكنت كملت بعماد النحاس على هنعيد نفس الكلمتين دول ملهاش لازمه. لا ليهم لازمه. ازاي كنت كملت يا باشا بعماد النحاس؟ على الاقل اللعيبه فاهمه طريقه لعبه عامله ازاي. عماد النحاس شايف لعيب زي زيزو ومتابعه، ما هو في الدوري المصري بتاعه تمام، شايف عين زي بن رمضان. طب اقول لك الحاجه، في افريقيا لما كان انا ما اقدرش انتقد زيزو كتير قوي، بس انا عايز اقول لك الحاجه يا حبيبي. انا فاهمك. لا انا بقول لك عن نفسي انا عن نفسي انا زي زيزو. لا هو لعيب لسه تايه تمام، لسه هو مش تايه، هو لسه مخطوط، لسه في الاول تمام، لسه في حته ان انا مش عايز اشمت ولاد الكذا دول فيا، وفي الحته بس انا حاسه كويس على فكره. لا والله بس هي المشكله في ايه؟ لا مؤاخذه زيزو مكانه يمين. ما انا بنرجع بقى في ميتين النقطه، اللعيبه القديمه لا مؤاخذه اللي بيسنده ده كان راجل زيج، راجل تعب مش من البدني، راجل تعب من الزعيق اللي هو يتلعب له كوره بقى بيسقط الكوره. محمد هاني ده يا جماعه اقسم بالله العلي العظيم 3 كفايه بقى ناشئ. انا لو معايا واسطته اقسم بالله العظيم كفايه اصلا، كان زماني حته تقيله قوي في البلد، اتقل من كفايه والله اقسم بالله العظيم. انا عارف ان انت عندك دلوقتي كاريزما والصمت لغه العظماء والشغل التعبان ده، وانت طول الانتقاد وكده. انا لو عندي الواسطه بتاعت يعني محمد هاني ده، وعنده كام سنه؟ محمد هاني بتاع 30 تقريبا، يعني ميتين مفيش اي ميتين تطور. يعني اللي بيقول لك ناشئ ده انت من 21 سنه قريب مثلا، يعني مثلا سنه كبر فانت هتمشيه قريب. لا لسه 29 سنه، لسه قادر يديك 5 6 سنين كمان، 5 6 سنين تمام. بس محمد هاني ده اقسم بالله العظيم 3 ومش تريقه، ده اكبر مثال لاي حد عنده الموهبه مش كامله يقدر يكون لعيب كوره في اكبر الانديه. محمد هاني ده مثال حي لاي لعيب كوره تمام، قادر محمد هاني ده قادر يوريك ان انت تقدر تكون لعيب كوره بيرفكت في اي نادي عالمي زي الاهلي مثلا. محمد هاني بيديك دفعه معنويه بنت لذينه، خليك مكمل وتتفرج على محمد هاني. هو الوقت ساعات بيبقى سوبر هيرو وساعات محمد هاني قعد معاك يا جماعه الله يكرمكم، لو هنتكلم لغه الارقام فاحنا معانا فضايح. محمد هاني بيلعب معاك من 2016
لو ما كانش اقدم من كده كمان. محمد هاني بيلعب معاك من 2016 وما كانش اقدم من كده كمان. 10 سنين هات لي اسيست او هات لي اوفر، تمام، باستثناء الجول اللي جابه قبل كده كاس العالم للانديه. هات لي حاجه مؤثره عملها محمد هاني معاك، اللي هو المفروض باك في اكبر الانديه العالميه. خلاص عشان احنا هنعيد الموال ده وهنقعد نتكلم فيه وهنتعيد نفسيا. نتكلم بقى في المستوى عشان خلاص حرقنا ده والكلام لسه ما خلصش، ف زي روتانا ما تغمضش عينيك فاهمني. هنتكلم بقى في نقطه بقى ايه ماتش انت هتعمل ازاي في ماتش بورتو. ايه الحاجات السلبيه اللي انت شفتها في الماتش اللي فات ده؟ سيبك بقى، سيبك من يا عم خلاص النقطه اللي لازم نركز عليها، وسيبك من الفن خلاص هو بقى مدرب فخلاص هنعمل ايه. طيب. فانت ايه الحاجه الوحيده اللي نركز عليها اللي يخليك اللهم صل على النبي اللي انت تركز على النقطه دي عشان ما نتلدعش منها تاني؟ طيب ماشي ده بس هي اول حاجه قبل ما انا اسف يعني الدفاع المتقدم ده يرجع تاني. بس اتفضل اتكلم. عشان انت بص يا عمرو، مع اي مدرب بيلعب فكره بحته الدايموند، تمام، اي مدرب بيلعب بطريقه الدايموند او من قبل الملعب، فهو بيهاجم بقلب الملعب كله، بيطلع اللعيبه، بيطلع النص الملعب بتاعه قدام، بيهاجم بقلب الدفاع بتاعه، بيهاجم من نص الملعب، تمام. فانت المفروض الفكر الجاي حتى لو المفروض مطالب منك تغير طريقتك، يا ريت تغير طريقتك في الماتش الجاي. الماتش الجاي انت مش بص انت مش خسران حاجه. اصل الماتش الجاي انت مش خسران حاجه. هو هيتلعب امتى؟ ما ينفعش تكون هو هيتلعب امتى؟ المفروض تقريبا الحد. تمام ماشي. مش فاكر والله العظيم. كويس والله العظيم انا من الصدمه هنبقى في الاجازه كده برضه. انا من الصدمه بتاعت ماتش امبارح انا مش بفكر في اي حاجه ولا بفكر في الماتش الجاي ولا اي حاجه، تمام. بس انت لو هتنزل تلعب الماتش الجاي فانزل تلعب، حتى لو طلعت انت كده طلع 90% انت طالع. سيبك بقى من حته ان احنا نجيب آلة حاسبه وانتر ميامي مش عارف هيعمل ايه. طبعا ما فيش حاجه، ما فيش مستحيل في الكوره. الماتش هيكون مضمون، دي شعارات بس. هنتكلم لا انت كده 99% انت طلعت برضه. فيلم كاس العالم 2018 في مصر والسعوديه اللي هو كان مضمون. ايوه تمام. هنكسب نتعادل مع روسيا ونخسر ونتعادل مع ماشي. كده السعوديه مضمون. خليك بقى في النقطه اللي احنا بنتكلم فيها، اللي انا عايز اثبت عليها الباكات، يعني بعيدا يعني عن اصابه كوكا اللي انا كان نفسي يكمل، واللي بيعجبني فيه اللي هو ما بيزيدش. يا عم هو ما بيزيدش، انا عايز باك ما بيزيدش عشان هو ما ماشي. ما انت باك ما بيزيدش وما بيرجعش، واقف في الكارته. انا عايز الكارته، انا عايز لا بيهاجم ولا بيرجع. ما انا عايز الكارته. ما انت نص العمى ولا العمى كله؟ بس يا عمرو نص العمى ولا العمى كله؟ بس عشان ما نقعدش نزعق وخلاص. عمرو امبارح احمد رمضان بيكهام لعب ربع ساعه ولا 10 دقايق. انا كنت مستفيد من احمد رمضان بيكهام في هو كان احسن واحد فيهم على فكره، معلومه يعني. فانا عايز باك بين محمد هاني اللي لا ينتمي للباكات باي شكل من الاشكال، تمام. انا عايز باك زي ما يروح يرجع. مين اللي فيه الصلاحيه دي؟ لا ناس كتير. يحيى عطيه الله اللي انت بتشتكي منه ده، يحيى عطيه الله، بس لعبه صح. ما يكونش فيه زيزو قدامك، تمام، اللي هو من افضل الوينجات مش في مصر، في افريقيا، تمام، او من افضل الجناحات في افريقيا، وانت ما بتلعبوش، مش عارف تديله الكوره، مش عارف توظفه صح، مش عارف. ليه زيزو امبارح لعب 5 دقايق ولا 10 دقايق ناحيه اليمين، قدم وادى فيهم عشان مكانه. انا ملاحظ النقطه دي برضو بما ان انت فكرتني بيها. هو ليه حوار مثلا تريزيجيه بيلعب في ناحيه الشمال تلاقي زيزو بيضم عليه؟ ليه؟ مش فاهم. انت ما بتفهمش حاجه. ما هو كلهم بيلعبوا دايما بقى، كلهم بيلعبوا نص الملعب، فانت اللعيب ده بيجري الكوره هنا فعايز يفتح له هناك فبصيها له، فتلاقي اللعيب اليمين بيلعب شمال والشمال في عبث. انت الماتش الجاي يا باشا انت كده طلعت من كاس العالم. انزل العب لاسمك، انزل العب لتيشيرتك، انزل العب لشعارك، انزل العب لجمهورك اللي كده هيبقى وراك، لجمهورك اللي كده خلاص حاضر تمسكا باي امل. احنا كده وراك. انت ما عندكش اي احتياطات تاني يعني. انت كده بص، انتر ميامي كسب بورتو، يعني انا ما اعتقدش اللي هو يعني هو هيفوق عليك. بس لا انت كده حته احتياطات. هو بورتو كمان ودع، تمام، يمكن بس انت عندك امل اكتر من بورتو، ماشي. فاحنا على قد ما هتنزل حاطط الامل ده في دماغك وشايفه قصاد عينيك، انت لازم تنزل تلعب للتيشيرت، ولازم تنزل تلعب لاسم النادي، ولازم انزل العب لنفسك، انزل العب للجمهور اللي انت شايفه. انزل ما تنزلش تلعب بس لمكسب او تنزل تلعب بس عشان عايز اتاهل، لا انزل العب. انا خلاص انا مفيش في ايدي حاجه، لاست دانس زي ما بيقولوا، الرقصه الاخيره. انزل اعمل الرقصه الاخيره في الملعب، انزل متع الناس، انزل متع نفسك. انت بتلعب في كاس العالم للانديه في امريكا، انت مش بتلعب مثلا لا في كاس مصر مع احترامي كل البطولات ولا في الدوري المصري ولا بتروح استاد السويس. انت بتعمل كل ده انت في امريكا بتلعب كاس عالم. احسن فريق في المركز ال 32 ده الترند اللي كان طالع ده. والله العظيم 3. انت متخيل انت فين؟ انت مستوعب انت فين؟
انا فاهم ان في لعيبه مخضوضه، فاهم الكلام ده كله، بس انت دلوقتي لو ما فوقتش انت مش هتفوق تاني. انت مش هتفوق تاني. انت بقى انت روح بقى هيبقى نطلع نقول اغلقنا صفحه كاس العالم وجهزونا للقادم وهنبتدي الاستعداد للسوبر مش عارف ايه. طب وبعدين يا جماعه احنا كل سنه بنقول الجمله دي. احنا كل سنه ده مانشيت في الاخبار، احنا كل سنه ده بوست على الفيسبوك، احنا كل سنه دي ستوري على الواتساب، احنا كل سنه كده، او كل موسم، مش كل سنه، كل موسم بتلاقي في كاس العالم للانديه بنطلع نعمل كده. هل انت بتروح كاس العالم بقى للانديه عشان تأدي ماتش وان شاء الله نكسب الجاي؟ ده احنا ما كسبناش، طب يلا نرجع نفتح صفحه المحل بعد كده نخش في افريقيا نكسبها ونخش في نفس الدوري. هل انت ده طموحك؟ انت خدت زيزو من 100 عقبه وحفلته وجبت بن شرقي ورجعت تريزيجيه خلينا برضو الوينج الاي كلاس بتاعك اللي بيلعب منتخب مصر الدولي. انت عملت كل ده وجبت بن رمضان اللي بقالك كام سنه مش عارف تجيبه. انت عملت كل ده عشان تروح تاخد المركز 32. احسن لاعب في احسن فرقه في المركز ال 32. بس عايزين بس نتكلم في نقطه يا ابني التشكيله اللي انت شايفها اللي هي عشان نختم الفيديو. يا حبيبي انت قدامك غيرها، ما انت هتنزل بالشناوي واشرف داري وياسر ابراهيم وهتلعب برضه بمحمد هاني وهتلعب كده غصب عنك هتلعب بيحيى عطيه الله. نص الملعب عندك هيكون في مين؟ بن رمضان وحمدي فتحي ومروان عطيه. الربع الثلاثي القداماني مين؟ وسام، بن شرقي، وسام، تريزيجيه، زيزو بس. اشرف داري ده من احسن الناس اللي يقعدوا يمسكوا الفخ ده كل 24 ساعه. داري ده زجاجي فاهمني. تلاقي الاهلي بيلعب كويس او مثلا دقيقتين تلاقيه راجع كده الحلقات اللي صورناها سوا. راجع كده الحلقات اللي صورناها سوا. لا هنراجع ايه ده كتير قوي. هتلاقيني ذكرت حته زي دي. انا ذكرت كده كتير قوي والله العظيم ثلاثه. لما بقعد افتكر كده انا كنت في الموضوع ده يا جماعه من بدري. اشرف داري ده هو والله العظيم ثلاثه. هو قلت لك الجمله دي بالتعديل. اشرف داري اصاباته كتير، اخاف ان هو يكون اعاده تجربه لمحمود متولي. الله يمسيه بالخير. هو اشرف داري، هو محمود متولي، هو احمد خيري. بص هي اللعيبه السجايه دي كلها كده. هو محمد محمود، هو باسم علي، هي اللعيبه السجايه. طب انت شايف الماتش بتاع بورتو ده هيبقى ماشي ازاي؟ ما اقدرش اتوقع السيناريو. انت اللعيبه مش مدياني اي معطيات لكده. انت شايف اللي هو هيخسر او هيتعادل او كده؟ بص والاهلي في مشكله، خلي بالك. مش عارف دي مشكله فنيه ولا مشكله بدني ولا مشكله من اللعيبه، ما فهمش حاجه. الاهلي بينزل الشوط الاول كويس جدا يا جدع. انت لو شفت امبارح الاستحواذ الاهلي في اول ربع ساعه تقريبا ولا اول ثلث ساعه كان 57%. يعني انت متخيل ان انت ماسك فرقه من فرقه برازيليه اللي هم ملوك الكوره والاستحواذ والتيكي تاكو ويلعبوا الكوره بقفاه ويباصي الكوره من جنبه ودانه. انت متخيل انت؟ بس انت عارف في نقطه، انت عارف ليه بيراميدز جامده كده اصلا؟ عشان المدرب اللي معاه؟ لا مش عشان المدرب يعني. لا واخد بالك اصلا اللي هم كانوا ماسكين بورتو كانوا ضاغطين عليهم من لحد الدقيقه 60 او طول ال 90. عارف ليه؟ عشان هم الجو عامه. انا برضو مش بقول لك ده عامل الجو ليك انت، ده مش مبرر. عشان هم في الفورمه دلوقتي، والدوري البرازيلي اصلا دلوقتي شغال لحد دلوقتي، والكوبا اللي بتدور شغاله لحد دلوقتي والدنيا تمام يا معلم. فده اللي مخليهم ايه جامدين. هل انت بقى مبرر؟ لا يا معلم، انت لسه لاعب برضو قبل البطوله دي بكام؟ مريح اسبوع صح؟ مريح اسبوع تقريبا او اسبوعين. نفس الراحه اللي هم كانوا مريحين ليها عشان نشوف اي مبررات لاي حاجه انتوا هتخترعوها. لا انا بس بقول لك ايه عشان الاعلام بس. لا عشان الاعلام بيخترع بس حاجات كده. اي مبررات البطوله دي بالذات. يعني في بطوله منهم منتخب مصر كان واخد مننا الدوليين، مفيش مشكله يا عم عادي. مع انك نزلت بالبودره برضه وبدعت. لا خليها بس النقطه دي مالهاش علاقه عشان ما نحدفش بعيد قوي. السنه دي احنا هنتكلم دلوقتي. انت ما عندكش السنه دي، انت ما عندكش اي مبرر لاي حاجه. لعيبه موجوده، جمهورك في ظهرك موجودين، بتلعب في اكبر محافل الدوليه يا جدع. على الاستاد مفيش عليه عتاب، انت بتلعب على سجاده، بتلعب على ارض نجيله ولا تشوفها في الجنه. تمام؟ فانت ما عندكش اي معطيات. لو هنلوم على حاجه واحده هو اختيار مجلس الاداره ومدرب زي ريبيرو اللي كده مش بس فشل في كاس العالم، هو كده وده مش نقطه حكم عليه. بس هنتكلم في حته بقى اختيار المدرب ده يا جماعه. ولا لكم من دلوقتي ما اعرفش الموسم هيبتدي في شهر كام، 8 تقريبا. تمام؟ من هنا لغايه شهر مثلا 1 أو 2 الجايين اللي هم طبعا هيكونوا ده بدأنا ندخل في الدوري قوي. المدرب ده مش هيحقق اي نجاحات مع النادي. لا طريقه لعب، لا في دي نتكلم عليها. حته شخصيه. انت المدربين تمام. تعال نتكلم في اخر 2 مدربين 3 مدربين بيتكلموا بالاهلي كشخصيه. تمام؟ اخر 3 مدربين من الاهلي ما كانوش بيقعدوا على الخط، ما كانوش بيروحوا يقعدوا ويسيبوا الخط، ما كانوش بيفرقوا الخط.
تمام. حتى لو مدرب واقف هادي فهو واقف على الخط. انا اول مره اشوف مدرب بيبان على الخط بس لما يكون بيتصرف بيسلم على المدرب الفرقه الثانيه اللي هو بيكون كسبانك او متعادل معاك، يعني المفروض طالع منك مصلحه. دي حاجات دي عادي، روح رياضيه مالناش دعوه بيها احنا، بس خلينا بس في نقطه. انت برضو انت بتحدف جامد قوي. انا عايز يوصل بورتو عشان خلاص انت فاهم التليفون هيفصل الله يخرب بيتك. فانا عايز اقفلها ونقفل الليله دي عشان هنرجع ببودكاست بعد الماتش بتاع بورتو وهنتكلم فيه. قول لي معطيات لماتش بورتو عشان نقفلها ونجيبها للحلقه الجايه. فرقه بورتو هتبقى نازله عندها نفس الدافع اللي هو انا خلاص هنزل. اصل انتوا الفرقتين بتلعبوا ماتش تحصيل حصل، تقول لي ماتش تحصيل حصل الاهلي عنده فرصه، لا هو ماتش تحصيل حصل. فده ينزل يلعب بنفسه اللي هو عايز يكسب، مش عايز ياخد المركز الاخير في كاس العالم يعني. تمام. وانت المفروض انت تنزل تعمل زيه. يعني ده يعني ده مش الايه، ده مش الامال، لا ده العادي، ده الطبيعي. انا مش طالب منك حاجه جامده فوق، لا انا عايز منك حاجه طبيعيه اللي هو انت هتنزل انت هتمتع جمهورك وهتلعب لنفسك. اللي هو حتى بقى لو الكوره اديتك عشان الكوره بتحبك، انت كده كاهلي انت الكوره بتحبك تمام. لو الكوره بتحبك ما كنتش وصلت لك كل ده، بس انت كاهلي الكوره بتحبك. عشان لو الكوره عملت اللي ما يعمل بتوعها وهتاهلك يبقى انت جاهز. والله العظيم اخاف، والله العظيم انا خايف، والله ده انا خايف. بالميراس يكسب بورتو وانت تكسب 1-0 وتطلع من البطوله على جول، والله تاني. لا عادي انا والله تاني. اهي دي السكته القلبيه. عارف انت الكوميك اللي هو بتاع هو مات ازاي؟ تمام. فيقول لك بالميراس كسب انتر ميامي 2-0 تلاقي صاروخ واحد بس، صاروخ من ايران جاي على امريكا فاهم. والله العظيم ثلاثه. دي الحاجه اللي انت تخاف منها. فانا مش طالب منك اي حاجه فوق، انا عايز منك انت تنزل تمتعني، تنزل توريني كوره، تنزل تكسب عشان اسمك، مش عشان تتاهل بقى انت خلاص انت خرجت. انا عايزك تنزل تكسب، انا عايزك تنزل تمتعني كمشاهد، لان انا بشوف اداء زفت من قبل البطوله ومن ماتش بشوف. مش مهم الاداء، المهم الروح. الروح هي اللي بتجيب كل حاجه. انا مش عايز روح، انا عايز اداء. انا خلاص انا حته الروح دي خسرتها من بدري من اول ماتش. حته الروح دي انا خسرتها من اول ماتش، بقت اوت بالنسبه لي من اول ماتش. انا عايز انزل اكسب، العب باداء، عايز اللعيبه تمتعني كوره، عايز اجوان. انت لغايه دلوقتي انت ما سجلتش ولا جول، انت جايب ترسانه هجوم تمام، ونجات ولاعيبه بتلعب في قلب الملعب الجرام ده كله تمام، ما حدش اي حاجه. انا عايز اكسب، عايز اتفرج على كوره بس مش طالب اي حاجه بس. وحسبي الله حسبي الله في العين اللي شافت ان ريبيرو مميز وفي سي في كويس. وبقول لك تاني الفيديو ده هيبقى موثق والله العظيم، ده اللقطه دي هنتكلم فيها. ريبيرو مش هيقدم لك اي نجاحات في الدوري الممتاز، ريبيرو مش هيقدم لك اي نجاحات في دوري ابطال افريقيا، ريبيرو مش هيقدم اي نجاحات في البطوله العربيه اللي انت هتروح تلعبها تمام. ريبيرو مش هيقدم لك كل ده عشان طريقه اللعب بتاعته مختلفه عن طريقه اللعب بتاعتك كنادي. الله يكرمك حضرتك الامور كويس، مش عايزين كوارث، مش عايزين بلاوي ساكته. واتمنى ربنا يقدم فيه الخير. واتكلمنا برضو والحمد لله يعني. اتمنى يعني اللي اتفرج يعني ما يكونش جادد من الماتش وبتاع، خلاص الماتش خلص. الشعور السلبيه حاولنا نطلعها شويه. يعني يعتبر في حاجات كده قديمه بتجيب مع الجديد، فاحنا مش عايزين نجيب القديم عشان هنتضايق اكتر، عشان ما نبقاش متضايقين اكتر، لا عشان مضايقه مش عشان حاجه. فخلاص كده ويعتبر انتهت الحلقه. واتمنى يعني ان شاء الله مش هتكون غيبه بعيده قوي عشان الظروف وكله تمام. فانت شفتش بردت يا ما خلاص برد مفيش ثلاجه يعني. هي بردت ما علينا سخنت فخلاص يا جماعه وشكرا. السلام. سلام.